السلام عليكم. معانا الحلقه الاولى من مسلسل لعبه الحبار. كل اللي طلب منك تسمع الفيديو للاخر ولو عجبك ما تنساش اللايك والاشتراك عشان باقي الحلقات، ولو ما عجبكش يا ريت تكتب لي وجهه نظرك في التعليقات. ويلا بينا. تبدا الحلقه مع اللاعب رقم 145 وهو بيترجى المقنعه ان هي ما تقتلوش، وبالفعل بيصعب عليها وما تقتلوش وبتعلمه علشان تقدر تنقذه. بتقول له لو عايز تعيش اقفل عينك. بيجي المقنع وبيقول لها انت عملت ايه؟ فبيقول لها اخيرا انا تحسين التصرف. فبتقول له بما ان هم يموتوا فنستخدم اعضائهم عشان ننقذ ناس تانيين. وبعدها بنلاقي ان المقنعين داخلين بجثه والجميع مستغرب هي ديت جثه مين، وبنلاقي ان الجثة هي جثة جيهون اللي هو البطل بتاعنا طبعا، اللاعب رقم 456 اللي فاز في الموسم الاول. وطبعا الست الكبيرة بتقول خلينا ننقله للسرير عشان يرتاح. بنروح للظابط اللي بيدور على الجزيرة، بس في اللحظة ديت كانوا بيدوروا على الراجل اللي كان معاهم وواقع من على المركب. بس هو موقعش بالساهل، هو وعي لما القائد بتاع المركب وقعه بعد ما سمعه وهو بيكتشف خيانته ليهم. وبيفتكروا مع بعض اللي حصل ساعتها، وبيقول انه سمع صوت تخبيط. فالظابط بيقول له كان الساعة كام؟ بيقول له كان الساعة 3 الفجر. بيقول له ليه ما صحتناش عشان ندور عليه؟ بيقول له ان الطيارات كانت قويه وما كانش لازم نصحى دلوقتي لان كان ممكن كلنا نقع في الوقت ده. في اللحظه ديت بتظهر جثه الراجل اللي هو منهم على المركب، وبعدها بيفوق جيهون من طبعا بعد ما كان مغمى عليه وبيلاقي الناس حواليه. فبيقولوا له انت عامل ايه دلوقتي؟ فبيقوم جيهون وبيبدا يستعيد الوعي بتاعه وبيبص حواليه. طبعا بتيجي اللقطة على الولد اللي خانهم لما نزل يجيب الذخيرة بتاع السلاح ومتأثر نفسيا بعد اللي حصل. وبيدخل الجنود المقنعة علشان يقولوا لهم إن تم تصفية 35 لاعب الليلة اللي حصل فيها الانقلاب، والمبلغ اللي حاليا 39 مليار و600 وون. وبيقول لهم إن انتوا دلوقتي هتقرروا إذا كنتم هتكملوا لعب ولا هتكتفوا. وبيقوم جيهون وبيقول لهم انتوا ليه ما قتلتونيش؟ وبيروح للجنود علشان يقتلوه وبيقول له اضرب. وبيقول لهم انتوا عايزين مني ايه؟ انتوا ليه ما قتلتونيش؟ وبعدها بنروح للقائد اللي هو كان بيمثل ان هو بيلعب معاهم في الجزء التاني، وهو بيشوف اللي بيحصل لجيهون وعمال يتواصل الجنود عشان يقتلوه. وبيقول لهم اتوسل اليكم ان انتوا تقتلوني. بيجيله في اللحظه دي التليفون من مين بقى؟ من صاحب المركب اللي هو الخاين اللي هو مش عايز يوصل الجنود للجزيره طبعا عشان ما ينقذوش اللعيبه. وبيقول له ما تخليهمش يلاقوا الجزيره باي شكل قبل ما اللعبه تنتهي. والظابط في اللحظة ديت بيكون سايب الجزيرة علشان يروح يجهز معدات عشان يرجع تاني ويرجع يدور على الجزيرة. فبيقول له أعمل إيه لو الأمور ساءت؟ بيقول له حاول تتخلص منهم بأي طريقة. حتى الظابط اللي هو في الأصل أخوه بيقول له اتخلص منهم. اللحظة ديت بنروح للجنود هما بيبلغوا اللعيبة إن هما هيجددوا التصويت علشان يشوفوا إذا كانوا هيكملوا لعب ولا هيغادروا. وبيقول لهم إن هيتم التصويت بترتيب تنازلي لأرقام اللعيبة، يعني في الحالة ديت اللي هيبدأ ترتيب التصويت هو جيهون لأن هو اللاعب رقم 456، فآخر رقم هيبدأ بيه. في اللحظة ديت طبعا جيهون بيبقى فاقد للوعي ومش شايف قدامه. فبيقول له إن أنت لو مظهرتش نيتك في التصويت لمدة 3 ثواني هيبقى يعتبر صوتك لغي. واحد اتنين تلاتة، طبعا جيهون ما بيردش عليه. في اللحظة ديت بيقول له انت صوتك دلوقتي ملغي، يعني مش محسوب. فبيدور على اللاعب اللي بعديها دي اللاعبة رقم 448 عشان تبدأ بالتصويت. وبتتقدم اللاعبة رقم 448 وهي طبعا كانت مختارة ان هي مش عايزة تكمل. بس في اللحظة دي كانت قلقانة طبعا من وسط ان اللاعب اللي عايزة تكمل بقى عددهم أكبر من اللاعبة اللي مش عايزة تكمل. فبتيجي عند الاختيار وبتبقى متوترة جدا. فاللعيبة اللي عايزة تكمل بتقول لها افعلي اللي انت عايزاه مش هنأذيكي، بس هي طبعا بتخاف. وفي اللحظة ديت بتقرر ان هي هتكمل في اللعبة وهتغير رأيها، طبعا خوف من اللعيبة اللي عايزة تكمل. وبعدها بنروح للجثة اللي البنت كانت عايزة تنقذه في بداية الحلقة خالص. وبنلاقي الدكتور وهو بيجهز وبيقولها انت ضيعت علينا فرص كتيرة بسبب ان هي كانت بتقتل اللعيبة لما بتموت علشان ما تعذبهمش بان هما بينقلوا اعضائهم عشان ينقذوا ناس تانيين. وبتفضل واقفة لحد ما الدكتور بيجي وبيقرب ان هو يشرح خلاص جسم اللاعب اللي هو تم اقصائه اللي هي عايزة تنقذه. فاللحظة دي بتبدأ إن هي تهجم عليهم علشان تنقذ اللاعب. فبيتبقى دكتور وبيقول لها إن هو مش معاهم، فبتقول له لازم تنقذه. بعدها بنروح من رابع يوم من البحث عن الجزيرة. في اللحظة دي بيخش الراجل اللي هو كان مكلفه جيهون إن هو يتابعه علشان يوصلوا للجزيرة مع الضابط. بيقول له ممكن أتكلم معاك؟ بيقول له طبعا اتفضل. فبيقول له في اللحظة ديت إن هو شاكك في الراجل اللي هو صاحب المركب. بيقول إن هو سمع في الليلة إن في ضوضاء وخرج عشان يشوف سطح المركب، فلاقي إن الراجل ماسك حاجة في ايده. فبقول له كان ماسك ايه؟ بيقول له إن هو كان ماسك حاجة قلبه بمفك. الضابط قال له ممكن يكون كان بيحاول يصلح المركب في الوقت دوت. قال له اظن ان هو قال ان هو كان بيحاول ينام لما خرج ساعتها. الضابط بيقول له انت بتعتقد ان هو ليه علاقة باختفاء المشاهد بتاع المركب؟ بيقول له انا ما قلتش كده. فبيتعصب عليه الضابط في اللحظة ديت وبيقول له قوم نام علشان نقدر ننزل بكرة ونكمل المسيرة. نرجع للعبة مرة تانية والعساكر بتبلغ اللعيبة ان هم يلتزموا بالتعليمات. وبتبدأ اللعيبة انها تتحرك عشان تروح تكمل اللعبة
في اللحظة ديت بياخدوا بالهم من التخريب اللي حصل إثر إن اللعيبة كانت بتحاول تهرب، وبيلاقوا الجنود اللي حاولوا يهربوا متعلقين وهم طبعا مقتولين عشان يبقى عبرة ليهم وما يكرروش اللي حصل مرة تانية. فالإدارة بتاع اللعبة بتبلغهم إن لن يتم التهاون مع أي تصرف غير عقلاني ويتم التعامل معهم. وبيوصل اللعيبة للمكان اللي هيأدوا فيه اللعبة القادمة، وبيلاقوا إن اللعبة هيبقى مقسومة لفريقين، وكل لاعب منهم هيسحب كرة هتبقى يا إما زرقا يا إما حمرا. لو الكرة طلعت زرقا هيبقى الفريق دوت هو اللي هيستخبى من الفريق الأحمر، أما لو الكرة حمرا فهيبقى الفريق الأحمر مطالب إن هو يلاقي اللعيبة اللي مستخبيين اللي هم طلعوا لهم الكرة الزرقا ويتخلصوا منهم، يعني يقتلوهم. بنروح للمقنعة اللي عايزة تنقذ اللاعب مع الدكتور، فالدكتور بيقول لها إن اللاعب هيحتاج لنقل دم ومش موجود دم حاليا، فبتقول له ممكن تاخد دم مني. بيقول لها تفاصيل الدم كام، فبتقول له اه. تبدأ اللعبة تسحب كل واحد كورة، وطبعا الست العجوزة اللي هي بقى معاها ابنها بيطلع لها الكرة الحمراء، وابنها طبعا على الجانب الآخر بيطلع له الكرة الزرقاء، وده معناها إن ابنها هيستخبى وهي المفروض تحاول تقتل، وأكيد إن هي مش هتقتله يعني، بس المفروض إن هي تقتل حد وهو اللي هيستخبى، يعني الاتنين مش هيبقوا مع بعض، واحد منهم لازم يغير مع التاني. فكل اللعيبة بتسحب وبيتبقى لاعب واحد بس هو جيهون، اللي طبعا بقى ممتنع بس لازم يكمل اللعبة معاهم. بقى متبقي كرة واحدة بس وهي كرة حمراء، فبالتالي جيهون هيبقى مع الفريق اللي لازم يتخلص من حد علشان يعيش. نرجع للدكتورة وهو الدكتور بيحاول يسحب منها الدم، فبتقوله لو عملت أي حركة غدر هيبقى تمنها إن أنا أقتلك. فالدكتور بيسحب منها الدم عادي جدا عشان ينقله للمريض اللي هو اللاعب اللي هي عايزة تنقذه، وبالفعل بيسحب الدم وبعدها بينقله للاعب. وبعدها بنروح للعبة مرة تانية، والقائد بيديلهم التعليمات قبل ما ينتقلوا للحلبة اللي هيتم اللعب عليها، وبيقولهم إن انتوا هتلعبوا لعبة الغماء، وعلى الفريق الأزرق إن هو يجد المخرج خلال 30 دقيقة، أما الفريق الأحمر فعليهم إن هما يمسكوهم ويقتلوهم خلال 30 دقيقة. في اللحظة ديت بيلاقي اللعيبة الزرقاء إن معاهم مفتاح، والمفتاح دوت هو السبيل عشان يقدروا يخرجوا من الغرفة اللي هيبقى فيها. فاللعيبة الحمرا بتعترض وبتقول ازاي هنقتلهم واحنا ايدينا فاضية من غير سلاح، فبيرد عليهم بيقولهم احنا حضرنا لكم هدية برضه. فبيفتحوا بيلاقوا الهدية هي عبارة عن سكينة حادة جدا، لما اللاعب بيجرب يلمسها بإيده إيده بتتجرح على طول. والقائد بيقولهم قبل ما نبدأ اللعبة لو أي حد منكم مش راضي عن الدور اللي هو فيه ممكن يبدل مع أي حد تاني، بس بشرط يكون الطرفين موافقين ويكون قبل ميعاد بداية اللعبة، لأن لو اللعبة بدأت مينفعش حد يبدل مع حد تاني. بنرجع للظابط وهو جاب مشغل جديد علشان يشغل المركب ويبدأ يبحث عن الجزيرة مرة تانية، وبيرن على الراجل اللي كان قاعد معاه في الأوضة اللي جيهون هو اللي خلاه يتابع المسيرة علشان يقدر ينقذه، بس طبعا مقدرش. فبيسأله بيقوله انت فين، بيقوله عشان هنغادر، فبيقوله انا مش هقدر اروح معاك وخلي بالك من القبطان الواخد اللي معاك، وبيراقبهم من بعيد. بعدها بنرجع للعيبة وكل لاعب بيبقى عايز يبادل مع لاعب تاني، فبتجد بنت الحامل مع الولد اللي هو معاها اللي بيبقى المفروض أبو الطفل اللي في بطنها، وبيطلب منها إن هو ياخد الأحمر علشان يقدر ينقذها. فبتقوله هو أنت تقدر تقتل عادي؟ فبيقول لها لأ، بس أعرف شيء واحد إن لازم أقتل أي حد علشان أنقذك أنت والطفل اللي في بطنك، وهقتل أي حد بسرعة جدا. وبنتحول للست العجوزة وابنها، وهي بتقول له هقتل ازاي شخص بهذه، تقصد السكينة يعني. فالولد بيطلب منها ان هو ياخد سكينة ويحاول هو اللي يقتل، فبتقول له هتعملها ازاي، انت كنت مغفل وكل ما بتتورط في شجار او تتخانق بتتضرب على طول. وبتقول له ان انت ضعيف عمرك ما اذيت حد قبل كده، وبتقول له انا هحاول اقتل اي حد. فالولد بيقول لها ازاي وان ابوه كان بيضربها على طول وهي ما كانتش بتقدر تقوم خالص، فبتقول له هحاول. وبعدها بنروح للولد الجبان اللي هو اتخلى عنهم ساعة لما كانوا بيتعاركوا مع المقنعين، وهو عمال يتحايل على بنت عشان يبدل معاه وياخد هو الأحمر ويديها الأزرق، بس البنت طبعا بترفض ومبترضاش رغم الزن بتاعه، بس هي برضه مبترضاش وبتصر على موقفها. وبقى بيبص عليه من بعيد جيهون، فبياخد باله وبيروح له وبيقول له انت ليه مركز معايا وقاعد عمال تبص لي. بيقول له احنا كده كده مكناش هنكسب. بيقول له اللعنة عليك بطل تبص ليا كده. بيقول له لو كنا قتلنا الفريق التاني اللي هو كان بيصوت عشان اللعبة تكمل كنا نبقى أحسن من كده. طبعا جيهون بيبقى مستسلم خالص وما بيردش عليه، بيقول له انت أيها الوغد الذي قتلتهم. بعدها بيقول إن الفريق الأزرق لازم يستعد عشان يخش للعبة الآن. وبنروح للولد وبيقول لأمه لازم تختبئ جيدا يا أمي، بيقول لها إن أنا هلاقيكي وهحميكي. بتقول له إن أبوه كان دايما بيهددها، بيقول لها إن هو هيقتلها، بس على طول كان بيهدد بس وهو اللي مات قبليها. وبتقول له إن معاها حاجة في شعرها تقدر تستعملها في أي وقت لو حد هاجمها، فبتقول له متقلقش عليا. ولما الفريق الأزرق بيبقى داخل بنروح للبنت الحامل، بتروح للولد وبتقول له هتوفي بوعدك، فبيقول لها أعدك بإن أنا هلاقيكي. بيتقدم الفريق الأزرق وبيدخل الحلبة وطبعا بيبقوا مدهوشين وبيبدأوا يبصوا حواليهم ومستغربين الموقف. فالراجل الكبير بيقول لهم اسمعوني جيدا، لازم ما نستخباش وندور على المخرج، واللي يلاقيه يصرخ بصوت عالي ويخبر التانيين علشان كلنا نقدر نخرج بسلام. طبعا هو ما بيدورش على مصلحته هو بس، فالكل بيرد عليه بيقول له فكرة كويسة، يلا عشان نتعاون ونحاول نخرج من هنا أحياء. بنروح للفريق الأحمر وهو جاهز عشان يدخل يقتل الفريق الأزرق،
وبنروح للولد اللي بيبربع في البرشام، وبيروح للولد ده عشان يتفق معاه وبيقوله نبقى مع بعض عشان نخلص بسرعة، وبيقوله انه هيكون من الاسهل ان احنا نهاجم مع بعض. وبنرجع للفريق الازرق وهو بيحاول يستخبى من الفريق الاحمر قبل ما يدخل ويحاول يقتله. بتظهر البنت ديت وهي بتحاول تاخد الست العجوزة والبنت الحامل عشان تخبيهم من الفريق الاحمر قبل دخوله، وبيجي الحد التنازلي 19 ثانية والفريق الأحمر يقدر يدخل لأرض الحلبة. وحانت اللحظة والفريق الأحمر يقدر دلوقتي يدخل أرض الحلبة، فالواد بيوافق وبيقوله تمام نبقى مع بعض، وبيدخل الفريق الأحمر، وبيتبقى شخص واحد وهو طبعا جي هون، وبيقول في نفسه هذا خطأكم، وبيتقدم عشان يدخل اللعبة. وبس كده، دي كانت الحلقة الأولى من مسلسل لعبة الحبار الجزء الثالث. يا ريت لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والسبسكرايب، وإن شاء الله نكمل بقية الحلقات مع بعض. وأي تعليق أو أي وجهة نظر ليك يا ريت تكتبها في التعليقات عشان أحسن منها. والسلام عليكم.